إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله جل وعلا في السر والعلن، فإن التقوى وصية الله عز وجل للأولين والآخرين، وهي الزاد الذي يصحب العبد في هذه الدنيا وفي قبره وحينما يلقى الله جل في علاه. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم عباد الله أن من الموبقات والمعاصي التي أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بانتشارها وعموم البلوى بها في آخر الزمان، والمنبئة عن قرب الساعة، ظهور الربا وتعامل الناس به في معاملاتهم، وبشكل يبعث على التخوف والقلق من عقاب كاسح أو عذاب نازل يصيب لا سمح الله عز وجل هذه الأمة، كما قال الله عز وجل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك لما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الطبراني، قال عليه الصلاة والسلام: بين يدي الساعة الربا والزنا وشرب الخمر. والأصل في الربا كما عرفه العلماء هو الزيادة في الشيء، هو الزيادة إما في الشيء كما في قوله سبحانه وتعالى: اهتزت وربت أي نمت وزادت، وإما في مقابلة كدرهم بدرهمين أو دينار بدينارين. وعرفه علماؤنا في الشرع بأن الربا هو الزيادة في أصل المال من غير عقد تبايع، الزيادة في أصل المال من غير عقد تبايع، وله أحكام كثيرة وهو على أنواع، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه ابن ماجه في سننه: الربا 73 بابا، الربا 73 بابا. وعليه عباد الله لابد أن تعلموا أن الربا لا يطلق على هذا فحسب، بل كما قال العلماء يطلق على كل بيع محرم نهى الله عنه أو رسوله صلى الله عليه وسلم. ويشهد لقولهم ما ثبت في صحيح البخاري
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ من مال، أمن حلال أو من حرام. ومن فقه الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه أن أورد هذا الحديث في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، ليبين أن الأضعاف المضاعفة من الربا يكون بالتوسع فيه عندما لا يبالي الناس بطرق كسب المال وأخذه، وعدم التمييز بين الحلال والحرام. وهذا عباد الله لا يخفى في أكثر معاملات المسلمين اليوم، فإنك تجدهم إلا من رحم الله لا يتحرون الحلال في المكاسب، بل يجمعون المال من حلال وحرام، ولا يهمهم ما يدخلونه في أجوافهم ولا ما يلبسونه على لحومهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. وبخاصة لما غلب في معاملتهم دخول الربا بسبب انتشار المصارف المالية والموارد النقدية والبنوك المتعاملة بالربا، فوقع كثير من المسلمين في هذا الذنب العظيم الوخيم عن طوع إرادتهم تارة، وتارة بغير إرادتهم. ويضاف إلى ذلك أو أضف إلى ذلك صفقات البيع والشراء وعقودهما التي تتم بين الناس، مما كثير منها مجتمل على بعض المخالفات الشرعية، كعقد بيعتين في بيعة. ثم تأتي أنواع البيع المحرمة الأخرى، وهي كثيرة جدا، كبيع أو صنع التماثيل التي بأشكال الزينة وبيعها والمتاجرة فيها وإدخالها البيوت، مما يكون سببا في طرد الملائكة من البيت، والمتاجرة في بيع القطط والكلاب، وكسب النساء عن طريق البغي والفجور وتدنيس العرض والشرف. ومن ذلك بيع الميتة والدم وفضل الماء، إلا إذا كان محرزا في الأواني والقارورات، فهذا قد أجازه أهل العلم. ومن البيوع المحرمة التي تدخل في الربا حلوان الكاهن، وهو ما يعطى للكهان والمنجمين والدجاجلة المشعوذين. والحلوان أيضا الرشوة، جاء في بعض الروايات أن الحلوان هو الرشوة أو الرشوة، وهي ما يعطى من المال توصلا إلى رفع حق أو إبطال حق. وقد عرفها ابن الأثير كما في النهاية بأنها الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة. وقال رحمه الله: أما ما يدفعه الإنسان من المال توصلا إلى أخذ حق ضاع منه أو دفع ظلم عنه، فهذا لا يدخل في الربا، إلى غير ذلك من أنواع البيوع والمكاسب المحرمة التي ثبتت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء منصوص عليها إما تصريحا أو تلميحا. ومن أجمعها حديث الإمام البخاري في صحيحه عن أبي جحيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي
ولعن آكل الربا وموكله والواشم والمستوشم والمصور. فهذه مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث في هذا كثيرة. وعليه لابد أن تعلموا عباد الله، وأن يكون هذا في الحسبان ونصب العينين، أن الربا عباد الله هو أخطر وأقبح وأشد إثما من الزنا ومن شرب الخمر والسرقة والكذب وكثير من الكبائر، حتى إن أيسره وأخفه لا يعادل الزنا بالأم والعياذ بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه ابن ماجه، قال: الزنا 70 حوبا، أي إثما، أيسره أي أخفه أن ينكح الرجل أمه. ولذلك الله عز وجل أعلن الحرب على المرابين، أعلن الحرب على المرابين، قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وبين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لم يرد وعيد شديد بعد الوعيد الذي جاء في الشرك والكفر بالله عز وجل كالوعيد الذي جاء في تعاطي الربا والتعامل به، لأن الله عز وجل قال: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. بل إن العلماء قالوا إن المعاصي والذنوب قد يضطر الإنسان إلى فعلها ويجوز له ذلك، كشرب الخمر أو أكل الميت عند الاضطرار، فهذا أذن الله عز وجل فيه لما حرم الخنزير وحرم الميت وشرب الخمر، قال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. أما في الربا فلم يذكر الله سبحانه وتعالى ضرورة في ذلك، ولهذا ليس من اللائق بل ولا من إيمان المسلم أن يستفتي المفتي على جواز التعامل بالربا، ويا ليته من أجل أن يدفع مضرة، وإنما من أجل أن يتوسع في رزقه ليس إلا، وكأن المال الذي بين يديه ليس له قيمة، ويا ليته يتمتع به أكلا وشربا وتجوالا وصدقة على الناس. فينبغي عباد الله أن نحرص على هذا الأمر، فكثير من المسلمين للأسف الشديد اليوم يتعاطون هذا المنكر القبيح وهذا الإثم الوبيل الوخيم، حتى لم يسلم منه إلا بعض الأفراد. من لم يتعاطاه مباشرة أصابه غباره أو أكله بالواسطة، حتى صرنا نسمع عن كثير منهم أنه لا استثمار بدون ربا، ولا اقتصاد بدون ربا، ولا سكن يحصله الإنسان بدون ربا، ولا خدمة أرض بدون ربا. فإلى الله المشتكى مما حل بالمسلمين. وقف أحد الصحابة وهو عبد الله بن أبي أوفى على سوق للصيارفة الذين يشتغلون ويتعاملون بالدراهم والدنانير، فقال لهم: يا معشر الصيارفة أبشروا. قالوا: بشرك الله بالجنة. بما تبشرون يا أبا محمد؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشروا بالنار. رواه الطبراني، وقال المنذري: رجاله رجال الصحيح. فما عساه أن يقول عبد الله بن أبي أوفى لو وقف اليوم على أسواق المسلمين وعاين معاملاتهم ونظر إلى بيعهم وشرائهم، سؤال لا أريد أن أفتعل له جوابا إلا قولي: اللهم توبة منك تنقذنا من وحلة الآثام ومن فتنة أكل الحرام وتحفظنا بها من سوء الختام، إنك سميع قريب مجيب الدعاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أحل البيع وحرم الربا وغفر لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. أحمده سبحانه على إحسانه وأشكره على توفيقه وامتنانه،
جعل في الحلال غنية عن الحرام، ووعد لمن اتقاه بأن يرزقه من حيث لا يحتسب، ويجعل له من كل هم فرجا ومخرجا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الخلق وله الأمر، تبارك الله رب العالمين. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، حذر من أكل الحرام ورغب في أكل الحلال، صلى الله عليه على هذا النبي الناصح الأمين، وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، من المعاملات الربوية التي انتشرت بين الناس، وهي معاملات صريحة تدل على أنها محرمة، لأنها نابعة من الخداع والاحتيال وأكل أموال الناس بالباطل. فليكن كل مسلم على حذر منها ومن أن يتعاطاها، ولا يغتر بمن يفعل ذلك ولا بمن يجيز ذلك، استنادا على أن الربا ضرورة اقتصادية أو حاجة بشرية لا بد منها. من المعاملات الربوية، وهذا على سبيل المثال، من المعاملات الربوية المحرمة رد الدين على المقرض بأن يقرضه مالا مثلا إلى أجل، فيقول له صاحب المال إذا حال الأجل وكان معسرا: إني أزيد عليك في المبلغ إذا كنت عاجزا عن التسديد، وأنا أمدد لك في الأجل. وكلما تأخر الأجل زاد الدين في ذمة المعسر. وهذا هو ربا الجاهلية التي ذكره الله عز وجل في كتابه. كانوا يقرضون للفقير المال، فإذا حان الأجل فإنهم يخيرون المقترض بين أن يدفع ما أخذه وإما أن يمدد له في الأجل على أن يزيد في المبلغ. فقال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، حتى قال: إن كنتم مؤمنين. وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. فهذا هو الأصل عند المسلمين، أن المعسر إذا لم يتمكن من الدفع في الأجل فإنه لا يزاد على دينه. هذا هو تعامل أهل الإسلام. ومن المعاملات الربوية المحرمة أيضا عباد الله ذلك المال الذي يكون في ذمة الغير على أن يعطي له مالا ويرد له بالفائدة، وسواء كان هذا في مقابل مال يضيفه إليه أو كان في مقابل نفع. فلو قال رجل لرجل: أنا أقرضك مالا بشرط أن تعطيني بيتك لأسكن فيه أو لأركب سيارتك، أو أقرضك مالا على أن تهديني هدية أو أي نفع، لأن القاعدة الشرعية في ذلك أن كل قرض جر منفعة فهو ربا. وروي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي موقوفا عن بعض الصحابة.
وإن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كما قال العلماء هو قاعدة شرعية أجمع العلماء على معناها، وهو أنك إذا أقرضت إنسانا مالا فلا ترجو منه أن يرد لك بما هو زائد، الزيادة على أصل المال، حتى ولو كانت تلك الزيادة مقابل منفعة، بمعنى أنه لو لم تحصل منه على منفعة ما فإنك لا تقرضه المال. ولهذا يوجد عند بعض التجار أنه يقرض أحدهم زميله مبلغا من المال إلى أجل ولا يطلب منه الزيادة، لكن يطلب منه بمقابل ذلك أن لا يبيع مثلا سلعته إلا له ليكون هو المستفيد، فهذا قرض جر رفعا وإن لم يكن مالا. وكذلك من الصور الربا المحرم ما قد يكون عند بعض الناس في المعاملة التي تسمى المضاربة، وهو أن يشترك رجلان في بيع أو تجارة أو أي معاملة على أن يدفع أحدهما المال والآخر يدخل بعمله وجهده، وتحدد أو يحدد المبلغ في ذلك، أن يعطي العامل صاحب المال مبلغا معينا، وهذا نوع من الربا، لأن الذي يجب في ذلك أن تحدد النسبة المئوية ربحا وخسارة، أي يشترك صاحب المال والعامل في الربح والخسارة، حتى إذا وقعت الخسارة لا يكون العامل هو الخاسر وصاحب المال هو الرابح بكل الأحوال. إذن في المضاربة يتعين ذكر النسبة المئوية ربحا أو خسارة. أما أن يحدد المبلغ فيعطي العامل صاحب المال مبلغا مثلا عند كل شهر حتى ولو خسر، يكون هذا منه خسارة يتحملها دون صاحب المال، فهذا نوع من الربا. أيضا من صور الربا المحرمة هذا الذي يودع في البنوك أو في صناديق التوفير من المال على شكل ودائع ثابتة يتصرف بها البنك إلى ذلك الأجل، على أن يعطي صاحبها نسبة أو فائدة ثابتة تقدر بنسبة مئوية. ومن صور البيع المحرمة أيضا ما يسمى ببيع العينة. وبيع العينة معناه أن يبيع الرجل سلعة لآخر بثمن مؤجل ثم يرجع فيشتريها منه بثمن حال أقل من الثمن المؤجل، يعني يشتريها منه بأقل مما باعها له، وهذه معاملة ربوية صرفة، وإنما جعلت السلعة حيلة وغطاء ليس إلا. ولهذا علمنا من بعض تعامل بعض الناس فيما سمعنا به مؤخرا في بعض المؤسسات الخاصة أن يشتري صاحب هذه المؤسسة سيارات أو سيارة بمبلغ إلى أجل على أن يسدد بعد شهرين مثلا، ثم ذاك الذي يبيع تلك السيارة يقول لصاحب له اذهب واشتري تلك السيارة بثمن يكون لا شك أقل مما باعه إياه، فتعود السيارة له. وهذا نوع من التحايل والخداع، لأنه يجعل السلعة غطاء لعملية الربا. ومن صور البيوع أو الربا المحرم ما يتعامل به الآن الصيارفة، صرف النقود بعضها على بعض مع عدم التقابض في المجلس الواحد، فلا يجوز إذن للمتصارفين أن يتفرق في المجلس ولم يسدد أحدهما ما عليه من المال الكامل على الآخر، حتى ولو أعطى له مثلا مبلغا على أن يسلمه له على شكل صرف والآخر يعطيه على شكل ورقة، فإن هذا يتعين أن يكون في المجلس وأن يتم فيه التقابض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الربا يقع في 6 أشياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح.
ومما يدخل في صور الربا المحرم وهو أن يشتري الإنسان الذهب والفضة إلى أجل، أي بالتقسيط، فهذا أيضا نوع من الربا. أو أن يستبدل ذهبا بذهب آخر من جنسه لا يساويه في الوزن. والصورة الشرعية هو أن يبيع ما عنده من الذهب المكسور ثم بعد ذلك يشتري من صاحبه ما يريد من ذهب. أما أن يتم الاستبدال وتوجد هناك مخالفة في الوزن فهذا من صور الربا المحرمة. إذن هذه بعض أنواع الربا التي عمت وعرفت عند الناس، ولكن القليل من المسلمين من يعي هذا الأمر. فعليكم عباد الله أن تكونوا على حذر من هذه الأمور، وأن تقبلوا على تعلم أحكام البيع والشراء حتى لا تكونوا سببا في تناولكم للربا وإطعامكم لأهله. لأن عمر بن الخطاب كما ذكر ابن الحاج رحمه الله في كتابه المدخل أنه كان يدخل سوق المسلمين ويسأل التجار عن أحكام البيع والشراء، فمن رآه جاهلا بأحكام البيع أخرجه من السوق وربما ضربه بعصاه حتى لا يكون سببا في أكل المسلمين المال الذي حرمه الله عز وجل عليه. فالله عز وجل نسأل أن يردنا إلى دينه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما يعلمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.